ثمة رجال لا يموتون بل يغيبون، وهذه قصة أحدهم. إنه الدكتور عمرو خليفة النامي، ولد سنة 1940 ميلادية في مدينة نالوت غرب ليبيا، في أسرة محافظة تعظم العلم وتتمسك بالدين. نشأ محبا للقراءة نهما في طلب العلم، وتتلمذ في شبابه على علماء من أبرزهم الشيخ علي يحيى معمر. التحق بالجامعة الليبية في بنغازي، وتخرج في قسم اللغة العربية سنة 1962، وكان من المتفوقين. سافر إلى مصر للدراسات العليا، ولكن أحداث سنة 1965 وحملات الاعتقال دفعته إلى مغادرتها، ثم سافر إلى بريطانيا والتحق بجامعة كامبريدج، حيث حصل على شهادة الدكتوراه سنة 1971 ميلادية. عاد إلى ليبيا أستاذا جامعيا حاملا حلم التعليم والإصلاح، وبدأ مسيرته الفكرية والأكاديمية. وفي سنة 1973 اعتقل ضمن حملة واسعة، وقضى قرابة 2 في السجن. وبعد الإفراج عنه طلب منه مغادرة البلاد، فغادر إلى اليابان، ولم تطل غربته هناك. فبعد أشهر قليلة عاد إلى وطنه، وكأن الأرض كانت تشده إليها شدا. وفي قرار لافت ترك العمل الجامعي، واختار رعي الأغنام ابتعادا عن ضغوط السياسة. رغم ذلك لم ينقطع عن الكتابة، وخلف عدة مؤلفات فكرية، من أبرزها ظاهرة النفاق في إطار الموازين الإسلامية، دراسات عن الإباضية، ديوان مولد النور، إلى جانب ديوان شعر كتبه في فترات السجن والغربة. عرفته من خلال زملائه في جامعة كامبريدج، ولما لقيته وجدت فيه تواضعا وثباتا وروحا لا تنكسر. كان يجمع بين رقة الأديب وصلابة المفكر، ويسير في طريقه دون ضجيج. وفي سنة 1981 اعتقل مرة أخرى، وفي سنة 1984 نقل إلى سجن خاص، ومنذ ذلك اليوم انقطع خبره. لا قبر يزار ولا رواية تحكي آخر اللحظات، لكن الفكر لا يسجن والكلمة لا تموت. رحم الله الدكتور عمرو النامي، وجعل غيابه شاهدا على أن الرجال يبقون بمبادئهم وإن غابوا عن العيون.